اهلا بيكم في فيلم حوارنا النهارده تقيل وباذن الله هيعجبك يا زميل. دعمك هيشجعني ان استمر واكون معاكم اول باول. دوس ريدي واستمتع معانا يا زميل. بيبدأ فيلمنا في الجامعة دي، والدكتورة دي بتكون بتشرح، ومرة واحدة الواد ده بيعاكس في البنت دي وبيقول لها انت طالعة قمر لمين؟ في ثانية البنت بتشتكي للدكتورة وبتقول لها ايه الواد ده بيعاكسني. ساعتها الدكتورة بتروح له وبتقول له قوم يالا ايه اللي انت بتعمله ده؟ بيقول لها انا لسه ما عملتش حاجة، انا بضايقها بس. بتقول له هو انت سكران؟ بيقول لها امبارح بالليل كنت سكران بس ده هيفرق معاك في ايه؟ الدكتورة ما بتكدبش خبر وبالقلم بتديله وبتقول له كمان اطلع بره يالا. بعد شوية بيجي حد للدكتورة وبيقول لها ايه المدير عايزك، واللي بيكون معاه ابو الواد والواد اللي عاكس البيت. المهم المدير بيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ اكيد انت ما كنتش تعرفي ده ابن مين، انت لازم تعتذري له دلوقتي. بتقول له انا مش مصدقه انت ازاي واخد الامر بالسهوله دي، ده كان سكران يا فندم، واحد زيه في كليه الطب لو غلط غلطه ممكن ينهي حياه اي مريض. انا اسفه يا فندم. وبتكون ماشيه، لكن ابو الواد بيقول لها اسمعي اللي انت بتعمليه ده غلط، الاحسن ليكي تعتذري. الدكتوره بترجع وبترزع الواد قلم من تاني وبتقول لابوه ده المفروض تعمله لما ابنك يغلط في اي حاجه. بقالي 15 سنه بدرس في الكليه دي ومش هسمح لاي حد يغلط قدامي وهفضل ماشي على السيستم ده. وكمان بتسيبهم وبتمشي. بترجع للبيت وبتقابل عم محفوظ وبتقول له ايه العريس واهله وصلوا ولا لسه؟ يقول لها خلاص هم على وصول. البت الصغيره دي بتوصل وبتقول لها انا جيت يا ماما. بتقول لها يلا روحي حضري نفسك بسرعه. عم محفوظ بيقول لها ربيتي 3 اطفال ويا ريت ال3 كانوا عيالي، انت جبتي واحده من دار ايتام واعتنيتي بيها على اساس انها بنت، وده كله بتعمليه لوحدك من بعد ما جوزك مات. لكن هي بكل احترام بتقول له ده اللي لازم نعمله. بعد شويه بيكون العريس واهله وصلوا، واول من يتكلم هو خالي العريس وبيقول البيت ده كله للناس دي، انا سمعت ان ابوكم مات في الجيش وامكم من بعده بقت ارمله للاسف، ازاي بقى بعد اللي حصل ده تخلوها تبعت ابنكم كمان للجيش؟ انما الدكتوره بتقول له احنا بنخليهم يضحوا بارواحهم علشان اللي زيك يعيش مرتاح، انت ما تعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل على الحدود، ولولا ابنائنا اللي زيك ما كانش هيدوق طعم النوم، واحنا كلنا فخورين اننا بعتناهم يخدموا بلدهم. ابو العروسه بيقول له انت جاي تبوظ الجوازه ولا ايه؟ اطلع يا عم بره دلوقتي. وبيقول للدكتوره بجد احنا فخورين بيكوا علشان كده جايين نطلب ايد بنتك لابننا. الدكتوره بتقول له خلاص انا هعرف ابني علشان ياخد اجازه لحضور الفرح. بعد كده بنشوف الجامد التقيل ده اللي بيتحرك لمهمته، وهي ان في قنبله خلاص على وشك الانفجار. وهناك بنشوف العسكري ده بيقول للقائد بتاعه يا باشا باقي نص ساعه والقنبله تنفجر وهتدمر الدنيا بالكامل. بيقول له احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه الا لما يحضر الرائد اجاييه. في الوقت ده اجاييه بيحضر في المكان وبيقول للقائد برسال ايه الدنيا؟ بيقول له القنبله خلاص على وشك الانفجار. بيقول له طهرت المكان واتاكدت ان مفيش سكان؟ بيقول له حصل يا باشا. بيقول له احنا لازم نتعامل ببرود علشان حياتنا كلها في خطر. فعلا بيروح على القنبله وبيحاول يوقفها، وفي نفس الوقت العسكري ده بيكون بيراقب المكان وعينه بتيجي على الشخص ده واللي خلاص بيكون هيدي امر بتفجير القنبله، لكن ما بيحصلش لانهم بيضربوا عليه نار وكمان بيجروا وراه. جايه بيتعامل بنفسه وبيحاول يمسك الواد، لكن الواد بيتذاكى وبيقلع قناعه وبيلبسه لشخص تاني وبيعمل نفسه ان هو اللي مسك المجرم، لكن اجايه بيكون فنان وبيخلص على المجرم الحقيقي. برسات بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت معاك دليل ان هو ده ولا دي صدفه؟ بيقول له لما كنت بجري وراه هو داس في الطين، وبص بقى دلوقتي انت على رجله، هي فعلا اللي فيها الطين. بالليل بيكونوا عاملين جو رايق وبيغيروا المود شويه، بعدها بيلعبوا كوره، ومره واحده الشخص ده بيقول تليفون علشان اجايه باشا. بيقول له مين اللي بيرن؟ بيقول له والدتك يا باشا. بيقول له اتاكد تليفون مين ده الاول، وبيمشي وهو زعلان لان امه متوفيه. اما التليفون بيوصل لاجايه التاني اللي هو ابن الدكتوره. المهم امه بتقول انا بقالي 3 ايام برن عليك، اخيرا قدرت اكلمك. بيقول لها معلش بقى ما انت عارفه ان كل شويه قلق ومشاكل. بتقول له طب اختك خلاص هتتجوز بعد يومين. بيفرح جدا وبيقول لها خلاص هتلاقيني عندك بكره. واللي بيكون سامع كل الكلام ده هو الرائد الكبير جايه. بعد شويه كل القوات بتتجمع على رساله من العصابه دي، وقائد العصابه بيقول تسيبوا الاسرى اللي عندكم علشان مش هقتل الاطفال دول ومعاكم يوم واحد بس. العسكري ده بيقول الشخص ده اسمه وسيم محمد من جماعه الارهاب. القائد الكبير بيقول لهم مفيش حل تاني واحنا لازم نديهم الاسرى عشان ننقذ الاطفال لان الشخصيه دي مش سهله، حاولنا نمسكه كتير لكن ما نجحناش في كده. ساعتها اجايو بيقول له احنا الجيش الهندي وعندنا الشجاعه الكافيه اننا نوقعهم ونخلص عليهم. وبيقول للقائد بتاعه معلش يا فندم
فندم خلينا اشيل القضيه دي وارجع الاطفال. بيقول له اكيد. فعلا العساكر بتتحرك واجاييه بيقول للقائد انا لازم ارفع راسك يا فندم. بيتحركوا بقياده اجاييه وفي طريقهم للعصابه. بتبدا المهمه وبينتشروا في المكان وبيجيبوا اول واحد، وقبل ما يقع ويعمل صوت العساكر بتشيله وبيكملوا انتشارهم وبيخلصوا على العصابه واحد ورا التاني ولا اي حد قادر عليهم. اخيرا بيكملوا في طريقهم ولا اي حد شاغلهم، ولكن من بعيد وسيم بيقول لهم ايه خايفين تهجموا؟ مش انتم هنود؟ المفروض تكونوا جامدين، خايفين مننا ولا ايه؟ ساعتها اجاييه ابن الدكتوره بيتعصب من الكلام ده وبيقوم هايج عليهم، لكن ده بيكون فخ وللاسف القنابل دي كلها بتنفجر فيه. الرائد اجاييه بيروح عليه لكن خلاص بيكون بيودع. ساعتها الرائد اجاييه بيكون غضبان واي حد بيظهر قدامه بيخلص عليه والغضب مليه، بيخلص عليهم واحد ورا التاني ولا اي حد قادر له. وساعتها وسيم بيؤمر بقتل الاطفال، لكن قبل ما يعملوا كده البطل بتاعنا بيكون مخلص واخيرا بيوصل لوسيم وبيقول له المشكله انكم خرفان بتعملوا العمله وبتداروا على طول، اما احنا شجعان. وبيخلص عليه وبيقدر ينقذ الاطفال. بيطلع لبره وبيشوف اجاييه ابن الدكتوره واللي خلاص بيكون على وشك الانتهاء. الصوره دي بتقع منه واللي بيشوفها هو الرائد اجاييه، وللاسف اجاييه ابن الدكتوره بتكون حالته خطر جدا. بعد كام يوم بيكونوا عاملين اجتماع والرئيس بتاعهم بيقول له المهمه نجحت، بس للاسف راح شخص كان نضيف جدا ومن يومين طلب اجازه علشان فرح اخته، وفقا للقانون المفروض نعرف عيلته، بس لو عرفناهم هيلغوا الفرح، علشان كده هنريح ضميرنا ونعرفهم بعد ما الفرح ينتهي، ولازم واحد مننا يحضر الفرح علشان يعرف عيلته. انتوا عارفين ان العيله دي ضحت كتير علشان البلد، انا فخور بيهم، واللي هيروح يحضر الفرح مكان ابنهم هو الرائد اجاييه وهتتحرك من بكره. بعد كده بنشوف الوزير ده ظالم وبيأذي الناس بمنصبه. في نفس الوقت اجاييه بيكون خلاص قرب يوصل المدينه، وعلى الناحيه التانيه بنشوف البنت دي واللي بتدعي وبتقول يا رب ارزقني براجل حلو ووسيم. وبيحضر في المكان اجاييه وبرسال بيكون بيجري علشان يلحق القطر ويوصل للمدينه. ساعتها البنت بتشوفه وبتقول هو ده، بتجري وراه لحد ما بيركب القطر وهو بيقول لها انت هبله ولا ايه، وبيسيبها وبيمشي. البنت بتجيب صحابها وبيفضلوا يبصوا له من بعيد وبيقولوا له ايه الحلاوه دي. اجاييه بياخد باله وبينادى عليها وبيقول لها انت تاني، وبعدين مش عيب عليك تعكسي واحد قد ابوكي؟ بتقول له بس انا بعكسك انت. والبت التانيه دي بتقول له ما تتجوزها يا ابني وتريحنا منها بقى. بيقول لهم هو ايه الهبل ده؟ اكيد انتوا بتعملوا اللعبه دي واكيد وراها حاجه برسات، احنا لازم نصورهم علشان لو حاجه حصلت في القطر هنعرف ان هم اللي وراها. وبيقول لهم احنا ورانا شغل ويا ريت تبعدوا عننا. البت بتقول له ابويا جوز اخواتي الناس مش بيحبوهم وكان عايز يجوزني كمان، فانا هربت ولما شفتك حبيتك. بعد شويه بيروح معاهم لابوهم وبيقول له انت هبل يا عم انت بتلعب ببناتك ليه؟ هم عندهم عقل واللي هم يختاروه توافق عليه ومش تمشيهم بدماغك. بيقول له بس انا اكيد عارف مصلحتهم. البت دي بتقول له بس انا مش عايزه اتجوز راجل عشوائي. بيقول له بس بنتك اهي رافضه العريس بتاعها. بيقول له انا عارف انا بعمل ايه لاننا من قريه كلنا عارفين بعض. بعد شويه البت بتأجر شويه الرجاله دول علشان يتجوزها غصب عنه. بيروحوا له والراجل ده بيقول له تتجوزها ولا نستخدم العنف معاك، لكن بيحصل عكس كده وبنشوف ان اجاييه لاعب بيهم البخت، والراجل ده بيقول له حقك عليا يا باشا. المهم اخيرا اجاييه بيوصل للقريه هو وبرسال، ولما بيوصل لبيت الدكتوره بيلاقي كل حاجه متكسره والباب مقفول. بيشوف الراجل ده وهو عم محفوظ وبيقول له امال فين الدكتوره بهارتي؟ بيقول لهم انا معرفش اي حاجه عنهم. اجاييه بيقول لبرسال لازم نروح الكليه اللي كانت بتدرس فيها الدكتوره. فعلا بيروحوا وبيسالوا عليها، الدكاتره دول بيقولوا له اترفدت من الكليه من 4 ايام ومن بعدها ما نعرفش عنها اي حاجه. على الناحيه الثانيه بنشوف الدكتوره بهارتي اللي بتكون ماشيه ومخبيه وشها وبتروح تشتري اكل لاولادها. بترجع والخوف مليها وعيشتها بقت صعبه جدا ومستخبيه هي وبناتها. بنتها بتقول لها احنا هنفضل هاربين لامتى؟ لازم نمشي من هنا. والصغيره بتقول لها هم هيموتونا ولا ايه؟ ومره واحده العصابه بتحضر في المكان ودول رجاله الوزير. بتحاول تهرب من المكان والرجاله عمالين يدوروا عليها. واحد من الرجاله بيقول لرئيسهم دورنا في كل مكان ومفيش اي اثر ليهم، اكيد اللي بلغنا كان بيضحك علينا. وبيكونوا ماشيين لكن مره واحده بيسمعوا صوت. الواد ده بيروح بالسيخ ده وبيفضل يخرم في الشكاير دي لحد ما بيكون هيعور بنت من بنات بهارتي، لكن بهارتي بتكون حطت ايديها. الواد بيشد السيخ ولكن بيلاقي عليه دم، اما بهارتي بتلاقي الحمامه دي فبتمسكها وبتعصها بالدم وبترميها علشان الرجاله ياخدوا بالهم وبيمشوا من المكان. وبهارتي وبناتها بيكون مليهم الحزن.
بعدها الرجاله بيوصلوا للوزير والواد ده بيقول له دورنا عليها في كل مكان ومش لاقيين ليها اي اثر. بيقول له انا هكلفك بالمهمه دي ولو عملتها ليك جايزه كبيره، لازم تكون شجاع وتخلص عليها في اسرع وقت. بعد كده بنشوف اجايه وبرسات اللي بيكونوا في القسم، وبرسات بيقول للظابط احنا بندور على الدكتوره بهارتي ومش لاقيين ليها اي اثر. الظابط ده بيتجاهلهم. ساعتها اجايه بيقول له احنا بنتكلم معاك. المحامي ده بيضحك وبيقول لهم اكيد انتوا ناس جديده في القريه. الظابط بيقول لهم يلا امشوا من هنا. بيكونوا ماشيين، لكن الظابط ده بيقول لهم الدكتوره اللي انتوا بتسالوا عليها الراجل ده لسه عامل شكوى ضدها. اجايه بيجري وراه لكن مش بيلحقه. ساعتها بيقعد هنا وبيسال الناس عن بهارتي. الطفل ده بيقول له بهارتي هي معلمتي ومش شفتها من اسبوع. وعلى الناحيه التانيه بهارتي بتكون لسه عماله تهرب وبتسيب بناتها هنا، واللي بيشوفها هو الطفل الصغير. وبهارتي بتروح للراجل ده وبتقول له مين هيوصلنا للمدينه التانيه. على الناحيه التانيه بنشوف العصابه اللي بيكونوا واقفين هنا، ومره واحده واحد بيشوف بنات بهارتي، وساعتها بهارتي بترجع لبناتها ولكن للاسف مش بتلاقيهم. بتفضل تسال عليهم والرجاله بيكونوا بيجروا ورا البنات. وعلى الناحيه التانيه اجايه بيكون ماشي والطفل الصغير بيكون عمال يجري وراه. اجايه للاسف مش بيسمعه، لكن مره واحده بيرجع. في الجهه التانيه واحد من الرجاله بيخبط البنت بنت بهارتي. كل الرجاله بيتجمعوا حواليهم. والواد ده بيعلي صوته وبيقول انا عارف انك مستخبيه، بس لو مش جيت انا هخلص على بناتك. بهارتي بتظهر وبتجري على بناتها، وبنتها الصغيره اول ما بتشوفها بتجري عليها. وابن الهرمه ده بيرمي عليها العصايه دي. العصايه بتيجي في دماغ بهارتي، مش بيسكت وبيرمي عليها السلاح ده، ولكن اخيرا اللي بيلحقها هو اجايه. الراجل ده بيقول له انت مين يالا وعايز ايه؟ وبيقول له لو عملت ايه هخلص عليهم. اما اجايه مش بيكون شغله حاجه، وبيقول لبهارتي خفيش وانا صاحب ابنك وانا جيت علشان احضر الفرح مكانه لانه مشغول ومش هيعرف ياخد اجازه. العصابه بتروح عليه لكن هو بيقول لهم انا لسه ما خلصتش كلامي. بينزل طحن فيهم وبيكسر عظمهم، وبينزل طحن في باقي الرجاله ولا اي حد قادر له. اي حد بيخش عليه بيكون مخلص عليه، محدش قادر له. واللي بيجي قدامه بيعرفوا مقامه. وبيروح على الواد ده وبيقول له احنا بندافع على الحدود وانتوا بتفتروا عليهم هنا، مش مكسوف من نفسك؟ انا مش هقتلك دلوقتي بس هقتلك انت ورئيسك مع بعض. بعد كده الواد بيرجع للوزير وبيكون خايف جدا. الوزير بيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له الضربه منه بتموت. وحشي كان عمال يموت في الرجاله ومش عارف بهارتي عرفته منين، ومش عارف هرفع راسي ازاي في القريه من بعد اللي حصل لي. بعد كده بنشوف بهارتي بتحكي لاجايه عن اللي حصل، وبتقول له معرفش اللي انا عملته ده كان اكبر غلطه في حياتي. كنت في الجامعه عادي ومره واحده جه عليا جاري وكان مليه الحزن، وبيقول لها ابني انتحر. ولما بهارتي راحت علشان تشوفه بتبص على ايده بتلاقي ايده اليمين هي اللي مجروحه. بتاخد التقرير ده وبتروح على الدكتور وبتقول له ازاي انت طلعت التقرير بانه انتحر؟ بيقول لها ما انت شفت ايده. بتقول له ازاي شخص مشلول في ايده الشمال ينتحر بقطع شرايين ايده اليمين؟ طب اقنعني ازاي هيمسك السكينه؟ بيقول لها انت بتساليني ليه؟ اعملي محضر احسن. فعلا بتروح تعمل محضر وبتقول للظابط على كل حاجه. بيقول لها ناس كبيره في القضيه دي وانا وانت ناس بسيطه ومش عايزين نورط نفسنا معاهم. بتقول له خلاص انا هروح اشوف ظابط ارجل منك. بعدها بنشوفها مع الوزير والوزير بيقول لها انت رحت وقدمت شكوى عن قضيه والقضيه دي انا اللي عملتها، فلو خايفه على نفسك ابعدي عنها احسن، وهديك مهله 24 ساعه تجيبي لي الشكوى وتبعدي نفسك عن المشاكل. بتكمل الحكي لاجايه وبتقول له بس انا عملت اللي في دماغي وما سحبتش الشكوى. وبعدها لقيت في الجامعه بيتهموني بتسريب ورق الامتحانات وده هيتسبب في رفضي، وحياتي كلها باظت لان انا اللي كنت بصرف على البنات. كانوا بيهنوا بناتي في كل مكان، ده حتى بعتوا لنا الشرطه في نص الليل واتهمونا بقضيه مخدرات ودمروا سمعتي، وكمان هددوا العريس ولغوا الفرح ولغوا كل حاجه. زهقت ورحت علشان اسحب الشكوى واترجيت ويبعد عني انا وبناتي، لكن حول كل حاجه وطلب من رجالته يخلصوا عليا بس انا قدرت اهرب منهم. مش عارفه ايه ذنب بناتي في كل اللي بيحصل ده. جايه بيقول لها انا عايزك تاكلي بناتك وتناموا وترتاحوا لان 24 ساعه هيكون حقك انت وبناتك رجع. وفعلا ده بيحصل، وبطوله بيكون واقف بيحرس البيت. تاني يوم بيروح القسم من جديد وبيرفعوا شكوى عن الوزير. الظابط ده بيقول لها تاني لكن اجايه بيتدخل وبيقول له اعمل شغلك. الظابط بيقول له طب لو ما عملتش كده؟ ما بيكملش كلامه وبيكون متطحن. بعدها اجايه بيروح لبيت الوزير بنفسه وبيقول لابو الوزير انا عايز اتكلم مع ابنك شويه. بيقول له ابني في اجتماع دلوقتي. في الاجتماع الوزير بيجي له خبر ان اجايه في بيته. فورا بيسيب الاجتماع وبيتجه للبيت. ولما بيوصل اجايه بيقول له شايف واحد من رجالتك قاعد عامل ازاي؟ لاني بس قلت له هقتلك انت والوزير بتاعك. بيقول له انت مفكر علشان ضربت 4 من رجالتي تبقى بطل؟ بهارتي بتقول له ما هو ده مش شخص عادي، ده من تدريب الجيش. بيغضبوا وبيقول لهم انتوا عارفين انتوا فين؟ انتوا تحت ايدي دلوقتي. اما اجايه بيقول له اخرك تتكلم بالطريقه دي مع النسوان. الرجاله كلهم بيتلموا حواليه لكن ما يعرفوش ده مين. بيطير فيهم زي العصافير ولا اي حد قادر له. عدد كبير بيخش عليه انما وحشنا تقيل ولوحده حمله مفيش حد من الرجاله قادر له. وبعدها بيروح للوزير وبيقول له دورك مش دلوقتي لاني لسه مش بدات ولا عملت اي حاجه. وبعدها بيروح لعيله العريس اللي كان متقدم لبنت بهارتي.
بهارتي وبيتفقوا من جديد وبيمشوا الدنيا واخيرا بيعملوا الفرح. بعدها برسات بياخدوا علشان يقابل ضابط تاني ويعرفوا مين اللي قتل ابن عم محفوظ اللي طلع عليه اشاعه انه انتحر. ومن حسن الحظ الضابط ده بيكون معاه البنت اللي كانت عايزه تتجوز اجاييه. اول ما بتشوفه بتاخده بالحضن وبعدها بيتكلموا عن القضيه والضابط بيقول لهم عايزين تليفون الضحيه. ما بيكونوش عارفين يفتحوا التليفون لكن اجاييه بيشغل دماغه وبيشيل السكرينه وبيبص على البصمات اللي على السكرينه وبيقدر يفتح التليفون. بيخشوا على الواتس وبيلاقوا مجموعه من 3 اشخاص من ضمنهم ابن عم محفوظ. وفي وسط ده كله الوزير بيرن على اجاييه وبيقول له المشكله ان انت تعب نفسك على الفاضي وفي الاخر مش هتلاقي اي دليل. بيتعصب وبيدور في صور الضحايا من تاني. وهنا اجاييه بيكتشف ان الجثه اللي في الصوره دي ليها 6 اصابع في ايده وان الموظف اللي في الصوره ده ليه 5 اصابع. وبيقول لهم هو اكيد زي في موت الموظف ده علشان يبين ان هو اتقتل هو كمان، بس الاكيد ان الراجل ده لسه عايش. اصل ليه هيزيفوا الجثه؟ لازم نعرف كل حاجه. بيرن على الوزير وبيقول له انت قتلت 2 بس التالت لسه عايش. زيفت الجثه وخبيت الراجل التالت بس اللي انت ما تعرفوش ان انا عرفت كل حاجه وخلال ساعه واحده الراجل ده هيكون عندي. بيقول له ما تتعبش نفسك يا باشا، هو في غابه نرماله وفعلا انت هتوصل له بس لما توصل له هتلاقيه جثه. الراجل ده بيقول للوزير انت ليه عرفته بكل حاجه؟ بيقول له هو اللي بيروح الغابه دي بيطلع عايش. بعدها اجاييه بيوصل للغابه ولما بيوصل بيلاقي عدد كبير من الرجاله بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وباين عليهم انهم جامدين. وبيرنوا على الوزير اللي بيكون قاعد مع بهارتي وبيقولوا له انت قلت ان هو من الجيش بس الحقيقه ان هو صرصار وخلاص 5 دقايق وهيموت. لكن اللي مش عاملين حسابه ان ده كمين ومعلم المعلمين بيقوم هايج عليهم وبيطحن في اي حد بيخش عليه. اي حد بيخش عليه بيكون مديله على الارض بيجيبه. ابو حنان بيهجم عليه لكن واحده منه على الطاير بيديله لحد ما بينهي الحوار. وبيرن على بهارتي وبيقول لها ساعه وهنكون عندك. في الوقت ده الوزير بيكون هيموت من الغضب واخيرا بيجيبوا الموظف اللي بيقول لهم كنت شغال عادي وكان بيجي لي شكاوي كتيره من الشعب علشان المعاش. فسالت صاحبي رافي ابن عم محفوظ عن الموضوع وهنا اكتشفنا الحقيقه اللي هي ان الوزير عامل حسابات مزيفه وبيسرق كل فلوس القريه. ولما عرفوا اننا معانا دليل هجموا علينا وموتوا رافي والبنت اللي كانت معاه وخدونا على الغابه ومش راضيوا يموتوني الا لما ياخدوا كل الدلائل اللي معايا. بس انا ما رضيتش اديهم اي حاجه وكل الادله اهي. بعد كده بنشوف الوزير اللي بيكون عامل اجتماع مع ناس كبيره اللي معاه بيقولوا له انت ازاي ما تعرفناش عن الجند اللي بيطاردك ده؟ وبعدين هو ازاي يتجرأ يتحدى وزير؟ لكن مره واحده اجاييه بيحضر في المكان وبيحط ليهم ملف القضيه هنا وبيمشي. لكن الحقيقه انه مش بيمشي بيطلع صحابه بس بيفضل لوحده جوه وبيقول لكل الحضور انتوا الكل شويه مجرمين وكل واحد فيكم همه نفسه. الفار الكبير ده بيقول لاصحابه لو الاعلام وصل دلوقتي هيعرفوا كل حاجه وهنقع كلنا علشان كده لازم نسيب الوزير ونمشي وهو يقع واحنا هنفضل زي ما احنا. بعدها بنشوف اجاييه واللي بيجي له مكالمه ان صاحبه اجاييه ابن بهارتي مات. بعدها بنشوفه قاعد مع بهارتي واللي بتقول له من اول يوم شفتك فيه عرفت ان ابني مات ودلوقتي اتاكدت من نظراتك ان هو فعلا مات. انا مش زعلانه، هكون كدابه لو قلت لك اني مش زعلانه. قلبي بيتقطع لانه مش الاول بس دايما بحمد ربنا والحمد لله على كل حال. اجاييه بيديها التحيه وبعدها القاده بيعملوا الجنازه وبهارتي وبناتها بيكونوا هيموتوا من الحزن. مع الناحيه الثانيه الوزير بيكون قاعد جنب الواد ده ومستني القبض عليه. رجالته بتيجي عليه وبيقولوا له اجاييه ما اداش الورق للمحكمه. اجاييه ماشي دلوقتي وهو في محطه القطر. في نفس الوقت بنشوف اجاييه والوزير بيروح عليه وبيقول له اكيد انت بتخطط لحاجه جديده. بتخطط لايه؟ ما بيقولوش. بيقول له لو مش عرفتني هموت نفسي واعمل لك مصيبه. بيقول له يلا موت نفسك. بيرمي نفسه قدام القطر لكن اجاييه مش بيسيبه وبيديله الورقه دي ودي ورقه استدعاء للجيش. بيقول له تيجي معايا وتدافع عن الحدود وتخاطر بحياتك للوطن يا اما الورق كله يتسلم للمحكمه. وفعلا بيوافق يروح معاه الجيش. وبكده بقى نكون انتهينا. لو عجبك الفيلم والملخص يا ريت تدعمنا بلايكك واشتراكك ويلا سلام.